أهمها العضلات والجسم والشكل، لازم دائما اللي هي يسموها كارديوفاسكولر أو الإيروبكس أو التمارين اللي تحرك عضلة القلب، مهمة جدا تكون من ضمن منظومة تمارينكم اليومية. التوجه في أمريكا أيضا البعد عن الجيم، صاروا الآن بيخترعوا أشياء ورياضات مختلفة غير الجيم التقليدي اللي هو مجرد حديد. ففي رياضة الآن في أمريكا بيسووها على البحر، صارت معتمدة على البار أكثر، اسمها كاليستانكس ورك اوت. دول ايش بيسووا؟ بيسووا رياضات مختلفة فقط باستخدام البار. What is this? Calisthenics, I said it's thousands of years old. It actually comes from two Greek words, kalos, which is beautiful strength. Beautiful strength. Yes. القوة الجميلة. How do you go down? So this is pretty much their day in technique training. This is his daily workout. You know, they'll go through the muscle ups, various techniques. You know, so he'll do a set like that. You know, and these are strict muscle ups. See right there's progressions into a one-arm pull-up and transfers. You know, the thing about the gym is some people care about building muscles and stuff. So your muscles are mainly from this, because if you can show us a little bit, you're defined. And this definition, some people think only comes out of a gym. Absolutely. So you don't go to the gym? Nope. Okay. This is all from these kind of exercise, and you're body built by gravity. What's the hardest move? What's the toughest? Where do you go? ما تقدر تحرك انش في جسمك بدون ايش؟ بدون العضلات. فموضوع العضلات ليس فقط علشان بس عفوا الجمال ويكون شكلك معضل، لا، قوتك لحركتك جايه من قوه عضلاتك، وهذا يعطيك مدى لما تكبر في السن ان شاء الله تقدر تتحرك ما تصير مقعد. والامر الثاني اللي شفناه موضوع الليونه، كيف الواحد يختبر ليونته؟ فيقولوا الواحد يقدر يختبر عمره المروني. ممكن تسووها في البيت، الان كلكم جالسين، ممكن لو سمحتوا كله يقوم. ايوه، اللي ما قام يقوم لو سمحتوا. كل واحد ما يكون قدامه شيء واختبروه، كل واحد حيطلع عمره المروني. إذا نزلتوا بس لركبك العمر 60،